السلام عليكم، احلى عزوه في الدنيا، عزوه انس وهيلا. يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. قبل ما ابدا اي حاجه وقبل ما اخش في الموضوع ركز معايا كويس او ركزي معايا كويس، لان اللي انا هتكلم فيه ده ما فيهوش 1% هزار. بجد الموضوع حقيقي، بجد الموضوع ما فيهوش هزار. بجد احنا بيجي لنا تهديدات. من كام يوم كنا قاعدين، انا معلش انا هاخدكم في دوكه كده في الاول، فعايزك تنزل تعمل لايك، تعمل اشتراك في القناه، لا وتفعل زر الجرس وتفعل زر الجرس والاشتراك في قنواتنا التانيه عشان بينزل عليها تكميلات. انا هقول الكلام ده دلوقتي عشان مش هعرف اقوله قدام. دلوقتي احنا بقالنا كام يوم بنيجي هنا في المكان بنسمع تخبيط على الباب من الساعه 2 للساعه 5 لحد ما النهار يطلع. في حركه غريبه في الشارع، رغم ان الشارع زي ما انتم شايفين كده دلوقتي بنيجي دلوقتي والشارع بيبقى فاضي خالص زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده الشارع بتاعنا بيبقى فاضي خالص. موضوع يعني غريب شويه. المهم ان احنا جالنا تهديدات، جالنا صورتين او 3 صور. الصور دي غريبه، لحد لابس لبس بابا نويل وحاضن اطفال بشكل غريب جدا، والموضوع يعني الصور عندي على الكمبيوتر. المهم اخر حاجه جاني فيديو، الفيديو ده مكتوب فيه ان انا هاذيكوا بسبب ان انتوا اذيتوا ابويا، وكل سنه وانتم مش طيبين، وانا هدمر حياتكم وهدمر حياه اي حد بيشتغل زيكم كده. يعني هو عايز يدمرنا ويدمر كل اليوتيوبر عشان احنا اذيناه في حاجه. المهم الشخص ده لابس لبس بابا نويل، هو عايز يدمر حياتنا وحياه كل اليوتيوبر، يعني عايز يخرب حياه كل اليوتيوبر بسببنا. انا مش فاهم احنا عملنا له ايه. احنا طبعا زي ما انتم شايفين اخر حاجه صورنا فيها كانت مشكله الكلب المجنون دي، وما رحناش البيت تاني من ساعتها. طبعا في مشاغل كتير ورانا، وفي كذا حاجه بنصورها، وفي كذا حاجه بنعملها، في حاجات بتنزل هنا، وفي حاجات بتنزل على تيك توك، وفي حاجات بتبقى اللينكات بتاعتها على انستجرام. فانت لو مش متابعنا على انستجرام تابعنا دلوقتي على انستجرام، عشان خلاص يعني حاجه بسيطه هنوصل ان شاء الله 100,000 فيه. وعايزك هنا تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله ينزل جديد. الفيديوهات دي عباره عن تهديد بس بشكل مرعب شويه. طبعا هنا في المكان عندنا، المكان هنا جديد، ودايما بنلاقي حد بيخبط على الباب ونفتح مفيش حد. في اصوات بشكل غريب، وخصوصا في الاوضه اللي جوه دي اللي في الاخر، و في صوت ماشي. انا فاهم ما بقولش كده. المهم انا لما لقيت الموضوع زاد كده وانا ببقى قاعد يعني انا ونادر وكده، والمكان جديد وكده اهو، فكلمت، بص انا كلمت محمود حتى اهو عشان قلت له يجي. يعني ايه يا محمود؟ ايه انت فين؟ فين انت؟ من تحت اهو. طيب يلا اما لقيت الموضوع بيتكرر كتير يا جماعه، انا كلمت هيلا وكلمت محمود عشان يجوا، واحنا طبعا بقالنا كتير مالناش عداوه مع حد، فمش فاهم مين اللي باعت لنا فيديوهات بيهددنا فيها وبيقول انا ابويا بسبب انا هاذيكوا بسبب ابويا. عارف خش. طيب بصوا كده بقالنا كام يوم هنا اهو بنسمع اصوات غريبه، وفي واحد بعت لي بتاع 10 رسائل ولا 15 رساله عشان ارد عليه، ومنهم صور. لا، واحد لابس لبس بابا نويل وكاتب انا هاذيكم زي اذيتوا ابويا، ومعرفش انا هاذي كل اللي شغال على يوتيوب بسببكم انتوا. ماشي، ما هو ده حصل، وفي حاجات برضو بتحصل غريبه هنا اهو. احنا مش عارفين نقعد هنا. ايه اللي بيحصل؟ مجرد ما الساعه بتعدي 12 بالليل في اصوات، في طيف كده غريب، في حاجات غريبه بتحصل في المكان. قاعدين ايه ده؟ الميه ثانية بس يا جماعة، المايه اتفتحت دلوقتي. والله المايه اتفتحت، انا ما بكدبش. بسم الله.
بسم الله مفيش الرحمن حاجة. الرحيم. مفيش حاجة بس في أسرار. افتح يا عم النور ده طيب.
الحق الا هات الا نور. في ايه يا جماعه؟ ابويا مش الواد مش هسيب حق ابويا. مين ده؟ ابوك مين اللي مش هتسيب حقه؟ خش كده ورا. نور. في ايه؟ نور يا محمود مقفولة. ايه ده؟